يو سلام عليكم أعزائي الجاكوريون في مقطع جديد، واليوم سوف أقوم برد فعل على أحد المقطع الغريب شوي. والله هو زوجي بالعافية. يا هلا خليل يا هلا. يا رب. الله يعافيك. نحن منصة تي في 24 اسماعيل. حبينا ننزل على الشارع لحتى نشوف اي أهلا. حدا متزعلين معه حابين يصالحوا عن طريق المنصة. نحن جاهزين ورح تربحوا معنا مبلغ مادي. في شي مشكلة؟ مشكورين. لا ابدا. حبيب لك قلبي. الشكر. متزعل مع شي حدا؟ لا ما متزعل الحمد لله. متزعلة مع شي حدا؟ مع مين؟ والدتي. نعم، بكل تأكيد يجب على الأم أن تكون غضبة عليك، لأن سوف تضيعين عمرك. ماذا سوف يأتيك من بنت فتحت عينها على مال ذلك الرجل العجوز؟ مع والدتك. طيب كيف بتخليها تزعل زوجتك؟ والله هو زوجي. زوجة؟ اي حضرتك زوجة؟ زوجة حبينا بعض. لا في حب؟ انا حبيته. اي ناحية حبيتيه؟ اذا هو يمكن خلينا نقول اكبر من والدك. يعني بحب انتظروا لحظة، ارجعوا هذه اللقطة. يعني بحب نعم، صحيح بالطبع، تحبيه. ماذا نبدو لك أغبياء؟ أنت تحبيه من أجل المال. طيب هلا انا ما رح اتدخل بهذا الموضوع، هي حريه شخصيه لكم. منزعله مع والدتك، شو السبب؟ يعني هي ابدا ما لها رضيانه اني انا اتجوزه يعني هي المشكله. طيب حابه تصالحيها عن طريق اكيد. المنصة. ايه تفضلي جاهزين نحن. ما حترضى، يعني انا اكثر من مره جربت. توقفي عن المزاح. هل تظنين أن الزواج هو لعبة؟ أكثر من مرة جربته. هلا لعل وعسى نكون نحن فال خير عليكم يا رب. يا هيك ريت ان شاء الله. أتمنى أن يكون ان شاء الله يا رب. يعني صلحة خير وعلى الوجه الطيب. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا رب. نتمنى ذلك. نتمنى انه بس لكن اهلها مفكرين انه يعني بما انه انا زلمه كبير والحمد لله معيشها احلى عيشه. سبحان الله، هذا رجل عظيم حقا يقول سوف يقدم لها أحلى عيشة حق. سبحان الله سبحان الله. أنت رجل عظيم، أغلق علينا فمك يا أيها الجد. دعنا نستمع إلى الحوار الذي يدور بين الأم وابنتها. الو الو ماما، كيفك؟ والله مين معي؟ انا بنتك ماما. مين بنتي؟ انا ما عندي ساره. بنت. انا ما عندي بنت. يعني ماما انت ليش كل هالحقد؟ كيف تتكلمين مع نبع الحنان هكذا؟ هل أنت مجنونة؟ هيا أجيبيه عن السؤال. إجابة هذا السؤال وضحت مثل الشمس، هي بالتأكيد مجنونة. يعني ما عم بفهم، عم قلك حبيته يعني. حبيتي واحد اتقوكي يا بنتي الكلب. لك الله يغضب عليكي، لك الله لا يوفقك، لا انت ولا هو. لك وشو ضحك عليكي هذا؟ انا شو كنت مقصة عليكي لحتى رحتي حبيتي واحد مثل هيك واحد يا امي مو تقصير انا ماما انا هلا ما عم نصة. معي. يعني شو هلا بدي صالحك انا؟ صالحيني لك ما فشت عينك يا فرماية. روحي خليكي مدحوشة بهذا الفرماية اللي معك. لا يا امي، بكره بزبطك يعني مثل هذا الحكي الكلب. منيح مناسب هذا إليك، لا تزعلي حالك ولا شيء يا هدي يا سارة. طيب ماشي، يلا باي. يعني منيحة. شفت كيف؟ سكرت الخط بوشك. لا يعني انا اسف ما كنت أنا- حابب نوصل لهي المرحله. نحن حابين كنا نكون فال خير عليكم ونصالحكم. يعني هي مو أول مرة أبدا، يعني أنا كثير جربت وعملت ودقيت وحطيت واسطات وأبدا. أنا ما قلت لك يا حبيبتي ما تتصلي معها، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ما راح يرضى بهالواقع اللي أنت قبلتي فيه. أنت كمان قبلتيني إني- أنا، بناته بدك تضلي معي أنا، إما أنا أو تختاري أهلك. واو ما هذا يا أيها الحاج؟ ما الذي قلته الآن؟ قبلتي فيه، أنت كمان قبلتيني إني- أنا، بناته بدك تضلي معي أنا،
إما أنا أو تختاري أهلك. إما أنا أو تختاري أهلك. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك. يا أيها السيد، والله أنت غريب وغير معقول، أمرك في دقيقة. وفي دقيقة أخرى ما هذه الكوميديا؟ وأنت حرة التصرف يعني. لا أكيد أنت. أنا اخترتك من الأول، وهلا رح ضل أنا وأنت. احنا منا اللي علينا وهي أملت اللي عليها. هي بس معلش وأنا معيشها يعني، بتعرف عيشتها وبتعرف الحمد لله بكل راحة، ما بزعلها، ومعوضة عن أمها وعن أبوها وعن أخوها وعن عائلتها، وهي كتير يعني كتير ممتازة معي. الله يصلح أمها وأبوها وبس. إن شاء الله مع الزمن ممكن يقبلوا أو يشوفوا الواقع إلا يرضخوا للأمر الواقع يعني. آمين يا رب، آمين يا رب. المهم، قد يقول بعض الأهالي إنني ضد فكرة زواج رجل كبير من بنت صغيرة. لا بالعكس، هذا طبيعي وعادي فقط. كان هذا مجرد مقطع لكسر الملل اليومي. وفي نهاية، لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة، وكذلك لا تنسوا ضعوا متابعة في الانستغرام. دمتم في رعاية الله وحفظه.